السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتنا المالي، عاش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بتمام الصحة والعافية ان شاء الله انتم وطيوركم. بالنسبة للفيديو ديال اليوم الاخوان، كيف ما شفتوا في العنوان غادي نتكلموا على كناري الجاسبي وكل ما يخص هذا الكناري هذا غادي نتكلموا عليه في هذا الفيديو. اولا، كناري الجاسبي هو واحد الكناري اللي كيدخل ضمن قائمة كناري اللون. كيف ما كنعرفوا كاين ثلاثة ديال الخانات في الكناري، كاين كناري التغريد وكناري الشكل وكناري اللون. فكناري الجاسبي كيدخل ضمن قائمة كناري اللون. بان هذا الكناري هذا اول مره في التسعينيات، بعد ما كان واحد المربي اوروبي كيقوم بانتاج سلاله جديده ولا ما عرفتش شنو كان كيدير تما، فقام بتزويج طائر حسون ماجيلان مع طائر كناري الاغات، خرج ليه كناري الجاسبي. كيف ما كنعرفوا الاخوان، فاش كنزاوجوا واحد السلاله مع واحد السلاله كتعطينا واحد الهجين. هذاك الهجين غالبا كيكون عقيم، يعني ما كينتجش، وهذا الشيء اللي وقع لهذا المربي هذا. منين خرج هذاك الهجين بقى كيحاول انه يزاوجو، والو ما كيتزاوجش ليه، وبقى كيعاود ينتج طيور من حسون ماجيلان وكناري الاغات حتى طاح في السلاله اللي غادي تنتج ليه، وخرجات واخا هجين كينتج، وبالتالي بقى كيحسن في السلاله كيحسن في السلاله وسماها كناري الجاسبي. التسميه الاخوان استوحاها من الاحجار، واحد النوع من الاحجار الكريمه اللي كتسمى كاحجار جاسبر. فهو منين شاف هذاك الالوان اللي في هذاك الطائر جاوه كيشبهوا الالوان ديال هذيك الاحجار، ومن تما استوحى الاسم وسماهم كناري الجاسبي على الاسم ديال هذوك الاحجار. تعترف بهذا الكناري الاخوان في التجمع الدولي ديال الطيور في الالفينيات، تعترف به ككناري اللون. ولي كومبيتيسيون ديالو كتكون على اللون نظرا لهذوك الالوان اللي فيه زوينه. الالوان الاخوان ديال كناري الجاسبي كاينه بزاف، كاين منه الابيض، كاين الاصفر، كاين الرمادي. كاين الرمادي اللي كيكون موزايك روج، يعني هو رمادي والوجه ديالو احمر والجنحين فيهم الاحمر، اولا مثلا كيكون هذاك اللون خزي موجود بكثره. فالالوان ديالو كثيره بزاف، ولكن الطفره ديالو مقسمه الى قسمين: اس دي والدي دي. الاس دي الاخوان بكل بساطه هي سامبل ديليسيون، اختصار ديال سامبل ديليسيون، اولا بالعربيه احادي التخفيف. والدي دي هي اختصار ديال دوبل ديليسيون، يعني ثنائي التخفيف. الاس دي الاخوان اولا سامبل ديليسيون احادي التخفيف فهو عباره عن كناري جاسبي، وكنلقاو في الظهر ديالو كاين هذوك الشراطي كحل باينين. فهاد الكناري هذا كيكون التخفيف ديالو خفيف، وبالتالي بقاو كيبانوا هذوك الشراطي في الظهر ديالو. فإلا لقيتي شي كناري جاسبي في الظهر ديالو كاين الشراطي كحلين، فهذاك سامبل ديليسيون اولا احادي التخفيف. اما بالنسبه للدي دي واللي هو الدوبل ديليسيون فهو العكس ديال الاس دي، فهو الدوبل ديليسيون اولا ثنائي التخفيف. التخفيف ديالو كيكون مضوبل على جوج المرات، وبالتالي كيتختفى هذوك الشراطي اللي كيكونوا في الظهر ديالو. هذوك الشراطي بطبيعه الحال جايبهم هو من الاغاط، كيكونوا مخفيين في الظهر ديالو، وكيتسمى دوبل ديليسيون. بالنسبه للتغريد ديال هاد الطائره الاخوان، عنده تغريد روعه ما شاء الله، التغريد ديالو زوين، وهو طائر يقدر يهز الكلام ديال المقنين، يعني الا حفظتيه باقي صغير يقدر يهز لك بعض الكومبينادات من السيدي اللي عطيتيه ديال الكوبيه. وهذا الشيء بطبيعه الحال نظرا لان الدم ديالو داخل فيه حسون ماجيلان، والحسون كيتعتبر من الفصيله ديال المقنين، فهو كيحفظ وكيأدي مقاطع بطلاقه. الهجين ديال الجاسبي الاخوان هو من احسن الميستو اللي كاينين، وكما كنلاحظ ان بزاف ديال الاخوان اتجهوا للانتاج ديال الهجين ديال الحسون مع الجاسبي. فهذاك الناتج اللي كيخرج عليهم ولا هذاك الميستو اللي كيخرج عليهم ما شاء الله كيخرج صوت وصوره، الالوان ديالو كيخرجوا زوينين، وحتى الحفاظه كيحفظ مزيان وكيأدي مقاطع مزيان.
واحسن انثى تقدر تنتج بها هجين مزيان وزوين من الجاسبي هي الانثى ديال الجاسبي اللي كتكون اللون ديالها رمادي وكتكون دوبل ديليسيون، يعني ثنائي التخفيف ما فيهاش شراطي. فهذيك النتوه كتكون عندها وليدات زوينين مع المقنين، كيخرج واحد الكولور فيه سبحان الله العظيم واعر. وانا كنلاحظ بزاف ديال المربيين ديال هاد الطفره ديال الرمادي ما كيبغيوش يبيعوا النتاوي اللي كيكونوا الرمادي ودوبل ديليسيون، ما كيبغيوش يبيعوهم. ما عرفتش علاش، واش احتكار او لا تحفظ على السلاله او لا ما عرفتش علاش. المهم ما كيبغيوش يبيعوا النتاوي، كيبيعوا الذكور النتاوي ما كيبيعوه. الاخوان وصلنا للنهايه ديال الفيديو، نتمنى نكون شرحت لكم كل شيء وعرفتوا شنو هو الاس دي سامبل ديليسيون وعرفتوا شنو هي دي دوبل ديليسيون. واللي ما فهم شي حاجه يخليها لتحت في لي كومونتير، انا غادي نجاوب عليها. وحتى الا بغيتوا طويرات ديال الجاسبي فمرحبا بكم عندي، دخل عندي الكومنتير ولا خلي النمره ديالك، وإلا بغيتي تشري ولا شي حاجه انا نبيع لك الجاسبي. ومرحبا و100 الف مرحبا في اي وقت. واللي باقي ما مشتركش في القناه يشترك ويفعل هذاك الجرس هكذا يوصلوا اشعار في كل مره حطيت فيه فيديو. وما تنساوش غير تهلاو في راسكم، تهلاو في الطويرات ديالكم، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.